اقسم بالله ما هتفرج على اي مباراة لنادي الاهلي طول ما ريبيرو ده بيدرب النادي الاهلي. اقسم بالله كمان مرة ما هتفرج على اي مباراة للنادي الاهلي طول ما الزفت ده لسه بيدرب النادي الاهلي. تقول لي بقى تعمل ايه ما تعملش، مش عايز اتفرج، خلاص اتخنقنا. خلاص هتفرج اهب بايه؟ هو ده فريق؟ هو ده فريق؟ ده فريق؟ ده مدرب؟ والله العظيم ده بثلاثة تعريف. والله يعني يا خطيب انت جبت فرقة قد كده بارقام قد كده بارقام خيالية وجايب مدرب ابن. انا مش عايز اغلط، مش ملوش فيها. ده بارد، ده انسان بارد، ده بلط، ده بلط، ده فاشل. واقف على اللي جنبه واحد بيتنطط وهو مفيش اي رياكشن. الفرقه مش شايفين لها اي شكل في الملعب، مش عارفين مين بيلعب فين. زيزو بيلعب مكان تريزيجيه ولا تريزيجيه بيلعب مكان زيزو، ولا مفيش اي جمله. مفيش هجمه غير هي هجمه واحده. مفيش. قعدتوا تقولوا المباريات كلها مقفوله ومغلقه واستنوا والجاي احسن لما يلعب مباراه مع فريق بيلعب بطريقه مفتوحه. اهو لعب مع فريق مفتوح. لعب مع فريق مفتوح. بيراميدز عمل ايه؟ احنا اللي اتفتحنا، احنا اللي اتفشخنا وجي فينا جوان. صح؟ صح. ده شكل فريق؟ ده شكل دفاع؟ ده شكل هجوم؟ ده شكل خط نص؟ ده شكل فريق بيلعب مع بعضه؟ فترة اعداد وعملت راحة واخدت ولسه جاي من الجولة الباي الراحة. عملت ايه؟ استفدت بايه؟ متعادل مع غزل المحلة ومتعادل مع الزفتوتين مودرن ويا دوبك فرحان من انك كسبت مودرن. ليه؟ ده احنا فريق الاهلي ترتيبه ال 12، ال 12 يا مؤمنين. اول مره اشوف الاهلي من فتره كبيره، من زمان اشوفه نزل عن السادس. ايه ده؟ ايه اللي فيه؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ جمهور الاهلي قالها في الملعب بصراحه. يا ريبيرو خد جهازك وامشي، انت انسان فاشل، مش عايزينك. انت بطل من ورق، مدرب من ورق، مالكش اي ثلاثه لازمه. والله العظيم مالك في التدريب. والله ولا عارف تفكر. انت عارف انت بتعمل ايه؟ انت بتنزل لعيبه. يلا يا اولاد بقى، ها باصوا لبعض، ها ما تأننوش. كل واحد ينزل يباصي لبعض التاني، ها ما عايزين نهاجم بقى. ادي اللي انت تلاقيك بتقوله. بتعمل ايه؟ ده لو اللعيبه نازله من غير مدرب كانت لعبه احسن من كده. وعماد النحاس انت قاعد بتعمل ايه يا عماد؟ كابتن عماد انت بتعمل ايه؟ لازمتك ايه في الجهاز؟ يا راجل ده انت نزلت 6 مباريات كنت ولا خدت فترة اعداد ولا كان معاك السكواد ده كله ونزلت كلت الاخضر واليابس. كنت بتاخد كل الفرق تلاتات واربعات وخمسات. فين فكرك؟ هو ايه حجزك؟ هو مكتفك؟ خلاص غوروا كلكم في 60 داهية، في 60,000 داهية. لكن ما تبقاش حرق الدم كده، ما تبقاش غربة وقرف. يعني متغربين وكمان قرفانين. ده الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا في الغربه يا اخي. يا اخي والله العظيم الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا في الغربه. جبتوا لنا الامراض. الواحد في الغربه لا شايف عيال ولا شايف مرات ولا شايف اي حد، وبيتفرج اهو بيفرح نفسه. بيبقى في ايدي شغل بسيب الشغل وبقعد اتفرج على الزفت المباراه في العربيه. نعمل ايه تاني طيب؟ حتى الفرحه البسيطه مش عارفين تفرحوها لنا. يا ريتنا اتغلبنا واحنا كان شكلنا حلو. ده احنا ولا لينا شكل ولا طعم ولا لون ولا ريحه ولا كينا احنا ولا كأننا كنا موجودين. ده فريق النادي الاهلي اللي واخد بطوله الدوري وبطوله افريقيا كام سنه ورا بعض. ده فريق النادي الاهلي. ده احنا قبل ما يجي لنا كميه النجوم الورق، النجوم الورق اللي ما لهمش لازمه دول، كان شكلنا احسن. بحسين الشحات وبقفشه اللي معادهم لي على الخط ومش عايز يلعبهم، باحمد عبد القادر اللي مطفشه وكولر مطفشه. دول اللي جابوا لنا البطولات. دول اللعيبه اللي جابوا لنا البطولات، اللعيبه الرجاله اللي بتنزل الملعب تاكل النجيله، اللي انتوا حاليا مقعدينهم دكه. دي اللعيبه الرجاله اللي كانت بتنزل الملعب تاكل النجيله. الشحات وقفشه واحمد عبد القادر والناس دي كلها. والله العظيم انا كان قلبي حاسس من اول ما بدانا نجيب نجوم ونجيب نجوم ونجيب نجوم ونجيب في المركز الواحد اكتر من نجمين وثلاثه وفي نفس المركز. يعني في النص الملعب، يعني احنا يعني عندنا امام عاشور وبن رمضان الاثنين نجوم. طب هتقعد مين وتلعب مين؟
طب ماشي، صدفه ان امام عاشور دلوقتي مصاب، طب لما يرجع، طب تريزيجيه وزيزو وبن شرقي هتلعب مين وتقعد مين؟ انا كان قلبي حاسس ان هتحصل مشاكل. انا ما قلتش ان دلوقتي حاصله مشاكل، بس هي باينه مفيش روح. مفيش روح. ده بن شرقي اللي نعرفه، ده بن شرقي اللي نعرفه. تريزيجيه فين من ساعه ما جه النادي الاهلي؟ ومحدش يقول لي ما تهاجمش اللعيبه، كلهم كانوا خرا، كلهم كانوا زفت، بياخدوا بالملايين عشان يحرقوا دم اللي جابونا، بياخدوا بالملايين عشان يحرقوا دم اللي جابونا، كلهم خرا ومدرب خرا. اعذروني في الالفاظ، انا غصب عني، انا مش قادر يا جماعه، مش كده. اسوأ بدايه شفتها للنادي الاهلي في دوري. طب كولر وصل للمرحله دي بعد ما عدى سنتين من بطولات وانجازات وعمل اللي ما عملوش، وكان منايم البلد كلها من المغرب ومنايم افريقيا كلها من المغرب، وبعد كده مستواه نزل، فخلاص يلا يا كولر مع السلامه، يلا يا كولر خلاص بخ باي. وقعدنا ندفع له الشرط الجزائي لحد الشهر اللي فات ولا مرتبه. طب انت لسه، وخدت فتره اعداد ما خدهاش كولر، قعدت فتره مع اللعيبه بتدربهم الصبح الساعه 10 الصبح والناس اشتكت، بقى لك افكار مجنونه وافكار غريبه، ماشي قلنا ماشي، رغم ان زمان انا فاكر زمان ايام موسيماني لما كنا بنتغلب من صن داونز في جنوب افريقيا عشان بيلعبونا في الساعه 3 الظهر في عز الحر، كان كل الناس والاهلاويه والمعلقين والنقاد، هو ليه الاهلي ما بيتمرنش في عز الحر عشان يتعود على الاجواء دي؟ اهو اتدربنا في عز الحر، ادي مستوى الفريق، ادي مستوى الفريق. ده منظر فريق الاهلي، ده منظر فريق الاهلي، ده منظر فريق الاهلي. ده مش فريق، ده اشلاء فريق. ده منظر دفاع. بيكم ايه اللي كان بيهببه ده النهارده؟ داري اللي يلعب لنا ماتشين ويرقط شهرين، ولا له اي ثلاثه لازمه. الخطيب لازم يفلتر، لازم يفلتر، واول واحد يتفلتر هو المدير الفني. الفريق كله عنده شد عضلي، ما حدش سأل نفسه في الجهاز في اداره النادي الاهلي ايه السبب. ما حدش شاف الاحمال بتاعتهم، الاحمال البدنيه والمدرب الاحمال البدنيه اللي جاي مع المدرب. دي مش علامه ولا ساين بالنسبه لكم ان في مشكله عضليه عند اللعيبه كلها؟ ده احنا لسه ما لعبناش غير 4 ماتشات، نص الفريق مصاب عضلي، نص الفريق احمال بدنيه، وواخدين فتره ايه؟ فتره اعداد 15 يوم وفتره راحه كمان 15 يوم، مرتاحين. طب عايزين ايه تاني؟ الاول كنا بنشتكي ضغط المباريات، وكل 3 ايام مباراه، واللعيبه ما بترتاحش، واللعيبه بتتصاب وكنا بنعذر عشان خاطر ضغط المباريات. لما ارتحنا وما بقاش في ضغط مباريات ريحنا خالص، ريحنا. ده احنا اتفشخنا. بيراميدز النهارده فشخنا، سوري في الالفاظ، انا اسف، انا اسف، اول مره اقول الالفاظ دي، بس سامحوني. في بيراميدز النهارده باللفظ فشخنا. كل الكور الثنائيه كانت تبعهم، الكره الثانيه كانت تبعهم، الحرقه على الكوره والجري كان كل حاجه تبع بيراميدز النهارده. احنا النهارده كنا 3/4 الكور بنرجعها للشناوي، ده الشناوي لمس الكوره اكتر من اللعيبه. فين ليه هاني واقف يتفرج، بيكام واقف يتفرج، كوكا واقف يتفرج، في ايه؟ الجون التاني ده مسخره، مهزله، مهزله. 2 لعيبه لوحدهم قدام الشناوي، ما حدش معاهم، واقفين تتفرجوا عليهم. ايه ده؟ مفيش النهارده كوره توحد ربنا على المرمى غير كوره محمد شريف، وجايه بالعافيه وبدون اي خطط ولا بدون اي تنظيم وبدون اي. بصوا، انا اسوأ مره اشوف فيها النادي الاهلي في حرفيا كانت المباراه دي، حرفيا اسوأ مباراه للنادي الاهلي. فريق فاشل، نجوم من ورق، كلهم نجوم من ورق لا يصلحوا، واللي مش عاجبه يمشي. زيزو فين النهارده؟ زيزو كان ماشي كويس المباراه اللي فاتت، طب هو فين النهارده؟ بس ارجع واقول هو زيزو هيعمل ايه لوحده؟ بن شرقي، تريزيجيه، ايه؟ فين؟ رجعوا احمد عبد القادر، حرام عليكم. ده حق الولد ده، ده حق الولد ده عشان اتظلم.
رجعوا احمد عبد القادر. احمد عبد القادر ما يتسابش. حسين الشحات وقفشه لازم ياخدوا فرص. الفريق لازم يلعب، لازم ترجع له الروح قبل بقى الفنيات وقبل المهارات. روح التيشيرت، روح التيشيرت اللي ينزل يبقى حاسس بده قبل الفنيات وقبل المهارات. كان عندنا فريق سوري نص السكواد ده، ما كانش عندنا كل النجوم دي، كنا منيمين افريقيا كلها من المغرب. طب فين الكلام ده؟ فين الكلام ده يا خطيب؟ فين؟ يا عم مش عايزين نجوم، مشي نص النجوم دي، مشي 3/4، مشيهم كلهم، خلينا السكواد بتاعنا اللي كان موجود. مشيت السولية مشيته احمد عبد القادر ولا هتمشوه؟ مشيته محمد عبد المنعم، مشيته حمدي فتحي، ضيعتوا نص الفريق اللي كان اجمل حاجه عندنا، من اجمل اللعيبه اللي كانت روحها على بعض وتنزل الملعب على كل كوره تلاقي 2 3 من الاهلي بيجروا عليها، ما بيدوش فرصه للمنافس. بيراميدز النهارده ظبطنا، بيراميدز ظبطنا، وانا بقولها بيراميدز ظبطنا ويستاهل، واحنا نستاهل نخسر، ما كناش نستحق طبعا المكسب. ولو كنا والله العظيم كسبنا بالمستوى ده برضه كنت هطلع اقول نفس الكلام، بس طبعا كانت الواحد هيبقى دمه مش محروق بالدرجه دي، بس كنا برضه هنقول نفس الكلام. شكلنا وحش، شكلنا وحش. ده منظر فريق الاهلي يا جماعه، يا جماعه حد حرام عليكم، ده منظر فريق الاهلي. سيبكم من الزمالك متصدر وده مش متصدر وده ترتيبه كام، احنا يبقى ترتيبنا ال 12. غزل المحله ومودرن والجونه وكهرباء الاسماعيليه لسه صاعد يبقوا اعلى مننا في النقط. هتقول لي لسه الدوري طويل ولسه وانتش ضمنك اللي جاي شكله عامل ازاي بالمنظر ده. مفيش دوري، مفيش افريقيا، وانا بقول لكم المنظر ده الموسم ده موسم صفري. انا بقولها لكم الموسم ده موسم صفري، وبفتكروا الكلام ده. لا في دوري ولا في افريقيا لو فضل الراجل ده معانا، لا في دوري ولا في افريقيا، ما تفكروش. ومن دلوقتي كده خلاص الدوري الواحد ماشي، مش عايز اوصل لمرحله اليأس، بس هو خلاص الواحد حاسسها السنه دي مفيش دوري. ده احنا لو طلعنا في المربع الذهبي احمدوا ربنا، لو طلعنا في المربع الذهبي احمدوا ربنا. الزمالك بنتريق عليه، ها؟ مدرب بيراميدز بنتريق عليه، ها؟ المدرب اللي مسخن اللعيبه ومحمسهم طول المباراه بنتريق عليه، صح. والله العظيم طلع ارجل من المدرب بتاعنا، وطلع ارجل من اي مدرب. تحس انه مصري، تحس انه قلبه على الفريق، تحس انه بيحلل القرشين اللي بياخدوه. انما التاني بتاعنا، شفتوا الفيلم بتاع عادل امام لما العريس اللي هو كان يدخل فينا جون، والله العظيم دخل فينا جون الكاميرا جت عليه قاعد على الدكه وبياكل لبانه. والله العظيم انا حطنيت. ده منظر مدرب بياخد بالالوفات الدولارات. يا عم هات اي وقت، والله العظيم سيب الفريق من غير مدرب، سيبه من غير مدرب، هيمشي وهينجح. ده منظر مدرب يا جماعه، حرام عليكم، انا اول مره اشوف مدرب بالشكل ده. مش كده وبقابلوني لا دوري ولا كاس ولا افريقيا ولا اي حاجه، ما تنتظروش حاجه طول ما عندنا النجوم الورق دي اللي قلبها مش على الفريق، ولا واحد بيرجع يدافع، ولا واحد بيطلع هجوم، ولا الدفاع بيطلع هجوم، ولا الهجوم بيرجع يدافع، وكل واحد خلاص انا كبير، انا كابتن، انا نجم، خلاص خليكم نجوم. بس احنا مش عايزينكم، لو هتفضلوا على المستوى ده مش عايزينكم. والاهلي ملوش كبير، عشان تعرفوا الاهلي ملوش كبير، وانتوا ابطال من ورق، نجوم من ورق، صيت على الفاضي. احنا بقينا صيت على الفاضي، احنا بقينا سوري في اللفظ يعني، مش عايز اقولها. السلام عليكم.